السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معاكم أختكم في الله مامة عمر وكريم. النهاردة هعمل معاكم بقى حاجة روعة. هعمل معاكم التورتة الروعة دي، وعايزة أسميها تورتة كشري حلو. سهلة جدا وحاجة جميلة جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي 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 قوي، واللي هيعرف الفكرة بتاعتها مش هيبطل يعملها. بصوا يا جماعة، أنا سميتها تورته كشري حلو. بصراحه انا عملتها بالطريقه دي، هتعجبكم قوي قوي قوي. لو عايزين تعرفوا انا عملت التورتايه الجميله السهله دي ازاي، تعالوا معايا في الفيديو نشوف عملناها مع بعض ازاي. يلا بينا. واول حاجه بقى هنعملها علشان نعمل التورته الجميله بتاعتنا، هنعمل ايه؟ هنجيب لفه الجلاش بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده، واهم حاجه نغطيها علشان ما تنشفش مننا. تمام، هنغطيها كده، وهنكون محضرين معلقتين 3 سمنه مسيحه، و 3-4 معالق من السكر البودر. دول حاجه مهمه جدا في الايه، في الوصفه بتاعتنا. هناخد ايه؟ اول رق كده يا جماعه، بسم الله. هناخد الرق بتاعنا ده كده وهندهنه سمنه. بسم الله. ادهني الرق بتاعك سمنه كده بالشكل ده. طبعا مش مشكله هو مقطوع مش مقطوع، مش مهم خالص، المهم ما يكونش ايه مفتفت. طبعا لازم نغطي، لازم نغطي الحاجه بتاعتنا عشان ما تنشفش. يبقى احنا جبنا لفه جلاش، وهنجيب معلقتين سمنه سايحين، وهنجيب معلقتين سكر برضو ايه بودر، سكر بودر يا جماعه. تمام، انا عملت كده خلاص السمنه بتاعتي في الجلاش. هبدا ارش ايه سكر. هنجيب واحده تانية. بسم الله. فكرتها سهله جدا جدا، وحاجه جميله وتجديد وحاجه حلوه بجد. هحطها كده عليها، نفس اللي عملته في الاولانيه هعمله في التانية. هبدا برضو ادهن سكر سمنه كده في كل الورقه كده يا جماعه. وارش سكر. طبعا كميه السكر اللي انت تحبيها. تمام، رشينا كده. نجيب الورقه الثالثه، نعمل نفس اللي احنا عملناه في الورقتين اللي الاولانيين. هتعجبكم جدا 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 بمشيئة الرحمن. عدد الرقات بقى بتاعت التورته بتاعتنا براحتك، يعني اللي انت عايزاه تعمليه. ممكن تعملي 5 رقات، 6 رقات، 3 رقات براحتك، يعني ممكن تعملي العدد اللي انت عايزاه. تمام، عايزه كل ما تعلي التورته اكتر كل ما هتعملي رقات اكتر. احنا كده عملنا 3 صح كده. هبدا برضو ارش كده السكر بتاعي. انا هعمل 5 رقات على بعض. تمام، وهحط ايه ربع واحد، هعمله بنفس الشكل وهرجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم الفيديو. تمام، عملته زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى ده كان رابع رق، ده 5 رق. ده مش هدهن عليه حاجه خالص، هسيبه زي ما هو كده. وهبدا بقى اقص حجم التورته اللي انا عايزاها، اقص عليها. تمام، شوفي انت عايزه حجمها يكون قد ايه وقصي. انا معايا صينيه بالشكل ده. انا عايزه التورتيه بتاعتي تبقى الحجم ده. تمام، يبقى هحط كده الصينيه بتاعتي في النص، وهبدا اقطع
اقطع الايه الجلاش بتاعي على حجم الصينيه. تمام، بالراحه كده واقطعيه. هتخليها بقى مدوره، عايزاها مربعه، حجم الصينيه اللي انت عايزاه او حجم التورتايه اللي انت عايزاه تعمليه. دي حاجه ترجع لك انت. انا طبعا خايفه اضغط جامد اقطع المفرش، لكن لو انا عاملاها على الرخامه هقطع بقلب. تمام، خلاص. ده طبعا مش هيترمي، ده دوت اساسي معانا. تمام، اهي بقت بالشكل ده. تمام كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب صينيه اكبر شويه وهحط التورتايه بتاعتي فيها كده. تمام، وهروح دهنه وشها ايه؟ سمنه. طبعا ما ينفعش كنت ادهن السمنه واحط سكر عليها علشان مش هعرف اقطعها. كده اسهل طريقه. تمام، عملت كده. انا مش هحط بقى طبعا سكر علشان ما يتحرقش. هدخلها الفرن، ما بتاخدش معايا في الفرن دقيقه او دقيقتين، في ثواني بتكون خرجت. طبعا يفضل ان انت تعملي الكميه بتاعتك الاول، الكام رق اللي انت عايزه تعمليهم الاول، وبعدين تدخليهم، عشان ايه؟ الفرن اول ما بيسخن ما بتلحقش. تمام، انا هدخلها الفرن وهعمل واحده تاني بالشكل دوت، وهعمل كذا واحده مش واحده، يعني انا هعمل حسب الحجم اللي انا عايزاه للتورته بتاعتي. تمام، وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. وبعد ما خلصت خلاص الطبقات بتاعتي، بصوا يا جماعه، بصوا المنظر. انا عايزاها يبقى لونها كده، شايفين؟ طبعا بالراحه لانه طبعا بيتكسر خالص لما تمسكيه. عملت 3 طبقات، عملت 3 دوريات، طبعا كل واحده عاملاهم 5 طبقات زي ما حضراتكم شفتوا. طبعا اتبقى معايا من لفه الجلاش ورقه، عملت واحده 6، يعني في واحده هنلاقيها 6. طبعا كله مش باين لان بصوا رقيق خالص. عملنا ايه؟ 3 فطيرات يعتبرهم 3 فطيرات، كل فطيره 5 أو 6 رقات. تمام، عملناهم بالشكل دوت. بصوا الوش والظهر، انا بس خايفه افضل اقلب فيهم يتكسروا. بصوا تمام كده. هنسيبهم طبعا بقى يبردوا، هم بردوا خلاص معانا. هتقولوا لي بقى دوت هنعمل فيه ايه؟ هنقطعه بالشكل دوت، وهرش عليه معلقه من السمنه، وهدخله الفرن برضو ياخد لون ويتحمص زي الفطير بتاعنا دوت. تمام كده. هنعمله بقى، هدخله في الفرن، ويلا بينا اقول لكم بقى هنعمل التورتايه بتاعتنا الجميله دي ازاي. يلا بينا. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت كل حاجتي وجهزتها كلها. طبعا دوت الجلاش اللي قلت لكم عليه، اللي هو اللي اتبقى من الدواير بتاعتنا، حمرناه بالشكل ده وفتفتناه بالشكل ده. دي الدقه بتاعتنا ما احنا بقى هنسمي التورته بتاعتنا تورته كشري حلو. زي بقى ما كشري حلو ده عامل لنا ضجه، احنا كمان هنسمي التورته بتاعتنا تورته كشري حلو. فدوت بقى كسرناه بالشكل دوت، وخدي بالك علشان ما يغمقش منك، لازم يبقى فاتح بالمنظر ده. تمام. وطبعا عملت بقى ايه؟ الثلاث فطيرات بتوعي. تمام، ال3 فطيرات بتوعي عملتهم بالشكل دوت. هنعمل اول حاجه ايه بقى؟ وطبعا جهزت شوكولاته سايحه. انا عندي شوكولاته سيحتها بالشكل دوت، وعندي كريم كراميل، وعندي مانجا. تقدري تحطي اي نوع فاكهه، مفيش فاكهه خالص مش لازم، ده البند دوت اختياري، حابه تحطي فاكهه حطي، مش حابه مش لازم خالص. انا كان عندي مانجا فطلعتها. وعملت ايه بقى؟ عملت الكريم كراميل، عملت قصدي الكريم شانتيه. تمام، عملت الكريم شانتيه بتاعي، ضربته وجهزته زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، جهزته. يبقى احنا محتاجين كريم شانتيه وشوكولاته وكراميل واي نوع من الفاكهه. ان وجد، ما وجدش يبقى خلاص مفيش لازمه خالص للفاكهه. تمام. اول حاجه بقى نعملها ايه؟ انا هحط التورته بتاعتي على
في العلبه بتاعتها بتاعت التورته. تمام. فهعمل فيها ايه على طول، احط حته كده ايه في الارضيه علشان امسك بيها بس ايه الرقائق بتاعتنا كده. فحطيت كده الحته دي، وهبدا بقى اعمل ايه، اجيب كريم شانتيه كده واوزعه بالشكل ده. زي ما قلت لك لو مفيش فاكهه مش لازم اي نوع فاكهه عندك، لو عندك كذا نوع وعايزه تحطيهم براحتك خالص خالص. تمام. مش عايزه يبقى بلاش. حطينا كده الكريم شانتيه بتاعنا على اول طبقه، وهننزل بالكراميل كده. طبعا انت بتحطي عشوائي. تمام. وهحط برضو ايه شوكولاته. اقطع الكيس كده. الشوكولاته مشكلتها انها ايه تجمد بسرعه. بسم الله. انا حطيتها في كيس حلواني كده، سيحتها وحطيتها في كيس حلواني زي ما حضراتكم شايفين. بالراحه كده بقى، هي عشان جمدت عايزه تتحط في ميه سخنه. وبعدين الشوكولاته بتاعتي فيها مكسرات، فعشان كده ممكن تكون المكسرات هي اللي عامله العائق ده. نفتح الكيس شويه كمان. حطينا شويه كده، وهرجع اسيبها واجيب بقى ايه الفاكهه بتاعتي. احط ايه كده. كل حاجه انا بحطها عشوائي كده يا جماعه، مش بالترتيب ولا حاجه يعني. بس طبعا كل ما بتزودي حاجات فيها طبعا الطعم بيختلف تماما. تمام. هي طبعا كانت المانجا بتاعتي في الفريزر، فطبعا عشان كده هتلاقوها ايه مش ماسكه نفسها قوي. تمام. حطيت كده المانجا. هاجي بقى احط الطبقه التانيه، وهعمل برضو نفس اللي عملته في الطبقه الاولانيه. دول كيسين كريم شانتيه يا جماعه. انا عامله كيسين كريم شانتيه علشان اللي عايز يعرف المقدار قد ايه، عشان عملت كيس لقيته قليل فرحت مزوده كيس تاني. تمام. طبعا طعمها بيكون خيالي حاجه كده. انا طبعا مش اول مره اعملها، انا عملتها كتير كتير. حطينا كده الكريم شانتيه. مش عارفه معلق معايا كريم كراميل ليه. حطينا الكريم كراميل. هنحط بقى الكريم كراميل بتاعنا او انا معلق معايا النهارده حاجات غريبه. تمام. حطينا الكراميل كده بتاعنا، وهنحط الشوكولاته. طبعا التزيين زي ما قلت لكم براحتك خالص. الشوكولاته بتجمد بسرعه معايا. نوسع لها الكيس، كل ما تجمد هوسع لها الكيس. هي عشان كمان فيها مكسرات، فالمكسرات هي اللي عامله فيها كده. تمام كده. وهرجع بقى احط المانجا بتاعتي. طبعا بقى المانجا ايه اجيب معلقه. انا بحاول اجيب المانجا بس مش عايزه الميه بقى بتاعتها دي خالص. بحاول اتصيد المانجا. هي كانت في الفريزر فعشان كده ايه سايبه خالص. مش مشكله ولا بيهمنا. نعمل كده. بالراحه كده، وكل حاجه هتتعمل وتبقى جميله ان شاء الله. نعم يا نور.
نور بتسلم عليكم. لازم نور تطلع معانا في كل فيديو، يعني ما ينفعش ما تطلعش معانا في الفيديوهات. تمام، حطينا كده. هنحط بقى الطبقه الاخيره بتاعتنا بالشكل ده، وهضغط بقى كده بالراحه طبعا، وابدا انزل بقى بالكريم شانتيه بتاعي. عايزه اغلفها كلها بالكريم شانتيه. تمام يا جماعه، انا هغلفها كلها كده بالكريم شانتيه. تمام، هحط في الجناب وهحط في على الوش كده، هقفلها كلها بالكريم ايه شانتيه كده اهو. نبدا بقى نحط كده بالراحه وعلى مهلي. انا مش شاطره قوي في التزيين يعني، بس بجتهد يا جماعه. تمام، هلفها كده كلها بالكريم شانتيه وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو، خليكم معايا. لما خلاص كده غلفنا التورتايه بتاعتنا بالشكل ده، هنجيب بقى الدقه بتاعتنا. هنجيب كده الجلاش اللي احنا كسرناه، هنرش بقى عليها كده وهنغلف فيه برضو التورتايه بتاعتنا كلها. هننزل عليه كده، وطبعا بايديكي كده وتبداي تعملي كده. طبعا هيمسك معاكي على طول ان شاء الله علشان الكريم شانتيه. بصي كده 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 كده، رملي التورتايه بتاعتك دي. والله يا جماعه ان جربتوا الوصفه دي هتدمنوها بجد. سهله وكلها بايه، بلفه جلاش، لفه جلاش واحده عملتي احلى تورته في البيت، وحاجه سهله جدا وخفيفه وفعلا طعمها روعه. حاجه كده فعلا تفرح بجد. انا طبعا بعملها علشان عيد ميلاد جوزي، بعملها له واحب اقول له كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك لينا ويديك الصحه والعافيه وما نتحرمش ابدا ابدا من وجودك في وسطينا. كده انا بصوا غلفتها بالشكل ده يا جماعه، سهله خالص ما فيهاش اي افتكاسات في اي حاجه. تمام، غلفناها كده بس. هنبدا بقى نزوق من على الوش. خلاص كده، خلاص عملناها تمام مية مية. نبدا بقى نزوقها من على الوش، بس هلم الحاجات اللي حواليا دي وهرجع لكم تاني. خلاص ظبطنا كده، هنعمل ايه؟ هننزل بقى بالشوكولاته تاني. التزويق ده بقى بتاعك انت، اعملي اللي انت عايزاه. تمام، حطيت انا كده الشوكولاته بالشكل ده. هنزل بقى بالكراميل. تمام، عايزه بقى افتح اللون ده شويه، اعمل ايه؟ هجيب الفرماسيه ده وهرش كده ايه، رشه خفيفه جدا، رشه بسيطه كده بس عشان تدينا لون جميل كده زي ما حضراتكم شايفين. تمام، بصوا حاجه بسيطه، وكل حاجه بتهيألي من الحاجات دي موجوده عندنا في البيت، مش مكلفه ابدا ابدا. هتفرحي بيها ولادك وتفرحي بيها زوجك وتفرحي بيها نفسك. وهنعمل ايه كمان؟ وهنجيب الشوكولاته دي، كور الشوكولاته دي بقى، كور الشوكولاته دي يا جماعه نحطها بقى كده. كل الحاجات الجميله دي كانت عندي والله في البيت. انا ما جبتش غير لفه الجلاش وجبت كيس كريم شانتيه بس، لكن كل بقيه المكونات كانت عندي بس كده.
ايه رايكم في الشكل؟ تقدري بقى ممكن ايه ننزل شويه الشوكولاته في الجنب ده كده، تبقى سايله كده. خلاص، ما احنا مش هنعمل حاجه بالشوكولاته دي بقى، فخلاص ننزلها كده تديكي بقى طعم روعه. بس كده، ايه رأيكم في الجمال ده؟ وكده كانت نهاية حلقتنا. عملنا احلى تورته بطريقه سهله جدا جدا، ما خدتش معانا غير كيس جلاش وكيسين كريم شانتيه وحبه الشوكولاته بقى السايحه اللي انتوا شايفينها دي. حاجه سهله جدا جدا جدا، هتعجبك قوي 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 لو جربتيها. طبعا بقى المانجا اللي اتبقت عملت بيها عصير. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه. ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.